ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد، فيديو الناشفيل تشيكن، الفراخ اللي بالصوص الشطه. بجد انا بحب الحاجات الكوري دي قوي، يعني بحب اعملها وتبقى حلوه قوي وتبقى دي اسمها الصور. يعني الحاجات بتبقى صور كده تبقى ايه، عامله زي اللي هو ما بتحطوها في حاجه شطه، عارفين اللي جواهم بره. طبعا هما لو عايزين بقى تعملوها باودر وكده بيبقى تحفه قوي. بصوا هنعمل اللي هو المحلول بتاعها. بص هنجيب ميه، ونحط فيها 3 ورقات راولة او راولة زي ما انتوا عايزين، و2 حبهان، ونحط فيها قرفة وملح، ونحطها على النار تغلي كده كده. كنتوا بتعملوا شوربة بالظبط، تغلي غلوة كده بسيطة، ما تغليش اللي هي تقعد تغلي في الصبح يعني. بصوا بقى، لو انتوا عايزين تجيبوا صدور وانتوا تقطعوها براحتكم. عايزين تجيبوها من حد انتوا عارفين مثلا هو بيعملها بيقطعها ازاي زي ما انتوا حابين براحتكم، فاهمين قصدي؟ بس يعني ايه اللي انتوا عايزينه برضه. بس احنا جايلنا صدور، ليه نقطع التقطيع ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي؟ عشان تحس يعني انت لو رفيعه مش هتحسي بطعم، هتحسي بطعم البريدنج، مش هتحسي بطعم ذات نفسه الفراخ. لا ولا تخينه اوفر عشان ما تكونش عايزين كمان في متوازي منه. وزي ما انتوا شايفين حطينا بقى الفيل بانيه بعد ما بارد كده شويه، وحطينا فيه البانيه وهنسيبه كده ايه من ساعه لساعتين كده، فاهميني؟ سيبوها يعملوها قبل ما تاكلوا بكتير، قبل ما تعملوا الصوص. يعني دي اعملوها اول حاجه، اول ما تجيبوا الفراخ وقطعوها حطوها على طول، عشان دي كل ما تطول كل ما تكون احلى، كل ما بتطري الفراخ اللي جوه، فاهمني؟ يعني دي بتطريها وبتشيل الزفاره وتشيل الدم اللي فيها، وبتبقى نضيفه جدا وبتطري الفراخ ذات نفسها. بص هنحط الزبده، ونحط حبة زيت صغيرين، لو عايزين مش عايزين تحطوا ما تحطوش. وهنحط معلقة توم كده كبيرة وتشوحوه، ما تشوحوش قوي. وهنحط 2 بابريكا، معلقتين بابريكا، ومعلقتين شطة. طبعا الشطة زي ما انتوا عايزين، وبابريكا زي ما انتوا عايزين، دي بقى اللي انتوا عايزينه، فاهمني؟ بس بابريكا مدخنة دي تبقى تحفة. يعني انت لو انا حطيت بابريكا مدخنة المتوفر عندكم برضه. وهتحطوا، بصوا، نقطة خل وليمون وعسل وبس، ولا تحطوا ملح ولا اي حاجه. بصوا حطيت خل اهو، حبه خل صغيرين، ما تكتروش اوفر عشان ما تكونش حرقان كده. وده ليمون. احنا بصوا الليمون ده احنا بنعمله، وبتقلبوا الصوص كده لغايه ما كله يتمسك ببعضه، يعني كل حاجه. وطبعا تحطوا عسل زي ما انتوا عايزين، دي بتعمل صور كده يبقى تحفه قوي. وبتقلبوها كده زي ما انتوا شايفين. وبصوا بقى حطيت عسل ابيض، ما تحطوش عسل اسود عشان مش بيبقى حلو، فاهمين؟ بيبقى مسكر زيادة. العسل الابيض ده يعني بيكون احلى، فاهم قصدي؟ في الاكل عموما بيبقى احلى من العسل الاسود. العسل الاسود بيبقى ليه حاجات والعسل الابيض بيبقى ليه حاجة، فاهمين قصدي؟ بصوا وحطينا دي بقى عجينة بتعمل بريدنج كده، بتخليه اللي هو مقرمش ومزجزج كده، فاهمني؟ بتحطوا كوباية دقيق وكوباية مية، وبتحطوا معلقة فيجيتار صغيرة كده، متحطوش معلقة كبيرة طبعا، او عايزين ترش رش بس لو انتوا بس مش عايزين تعملوا الخطوه دي ممكن تعملوا ايه ونحط بضايه. لو مش عايزين تعملوا الخطوه دي ممكن تجيبوا ميه ساقعه وفيها تلج، تحطوا في الدقيق وبعدها تحطيها في الميه وبعدها تحطيها في الدقيق وبعدها تحطيها في ميه تاني وبعدها تحطيها في دقيق تاني. كل ما تكتري بس ما تكترش اوفر، فاهمني؟ يعني مثلا نحط في الدقيق وميه وبعدها نحط في الدقيق تاني وميه تاني، لا يعني في اخر حاجه تحطي الدقيق، فاهمني؟ يعني مرتين ميه ومرتين دقيق، وتطلعيها وتحطيها في النار. بجد بتعمل حلوة زي دي، بس دي بتدي طعم وده احسن يعني براحتكم برضك مني. وحطينا رشة ملح. بصي هنا حطينا دقيق، كوبايتين دقيق، لا 3 كوبايات دقيق معلش. طبعا الدقيق زي ما انتوا عايزين، شوفوا الكمية معاكوا قد ايه. وحطينا عليها الفيجيتار كله، وحطينا عليها معلقة نشا. بصي الفستان ده بيبقى نشا، بس انا بحب احط فيه نشا بيكون احلى. متحطوش طبعا بقسماط، انت لو هتعملي بني ده تشيكن، فرايد تشيكن، ماشي؟ يعني دي بتعمل يعني ايه، ستريبس من غير اي بقسماط ولا حاجه، عشان بس ما يطرهوش، فاهمني؟ دي بقى بتطر الاكل، يعني بتطر الفراخ ذات نفسها. انت لو عايزين حتى تعملها فراخ صدور هتلاقيها هتحسوا بفرق شاسع. بص بقى هتحطوا اول حاجه طب احنا ما تبلناش طبعا البانيه، هتقولي طب طعمه ازاي؟
وكده. ما هو دي بقى يعتبر تتبيله، يعني كل ده من غير، كل ده التتبيله، فاهمني؟ وحطينا في العجينه في الدقيق، او بعدها العجينه، وبعدين نحطها في الدقيق تاني، وكده هتبقى حلو. عايزين تحطوه في الفريزر حطوها، عايزين تقلوها على طول براحتكم، فاهمني؟ انا عملت حبه وبروح اقلي، بعمل حبه وبروح اقلي، بس طبعا الزيت لازم يكون سخن جدا. بصوا كبسوها كده لغايه ما تعمل اللي هو الشكشكه، اللي هي الشكشكه بتاعتها دي بتبقى تحفه قوي. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب. بص بقى، انتوا بقى عايزين مثلا تجيبوا علبة او كيس، بس الاحسن علبة يعني. هتحطوا في العجينة، وتجيبوا طبعا دقيق كتير في العلبة، وتحطوا اسمه ايه ده، اسمه ايه يا جماعه، اه تحطوا الستريبس في العجينه، ومش لازم تحطوه في الدقيق الاول، تحطوه في العجينه وبعدين تحطوه في الدقيق، وتقعدوا تقلبوا 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 تقلبوا، تقعدوا ترجوا اسمه ده العلبه لغايه بس ما تعمل شكشكه كده. هي تعمل هي برضه كده، فاهمني؟ نفس الشكشكه اللي هتعملها بايدك نفس دي، بس حاسه دي احسن ومش متعبه زي التانية. طبعا الزيت لازم يكون سخن زي ما انتم شايفين، سخن سخن يعني. هتجيبوا بقى الفراخ وتحطوها في الزيت. طبعا زي ما انتوا شايفين الصوص، عايزين تحط يعني تدهنوه كده بالفرشة الصوص، عايزين تدهنوا الصوص كده، عايزين تنزلوه يعني تنزلوا الفرايد تشيكن دي، التشيكن دي في اللي هي الستريبس، تنزلوه اسمه ايه يا جماعة نسيت، في الصوص. ماشي. لو عايزين بقى اللي هي ما تكونش شطة وكده براحتكم، حط يعني ادهنوها دهنة خفيفة كده، عشان طبعا الصوص ده مش بيتعب، ما تاكلوش منه كتير اوفر، يعني مثلا ما تعملوش مثلا مع جوكا هاكل منه كل يوم، لا، هو مرة كده مثلا في الاسبوع، او مرتين تلاتة في الشهر، يعني عشان ما يكونش كتير. وانا عاملة حبة بصوص اللي هو الفرايد تشيكن اللي هي العادية، وناشفيل تشيكن، فاهمني؟ طبعا في ناس بتحط عليها بودرة كده شطة وكده حبشكنات بس. وباي باي.